السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم. لن تصدق ماذا فعلت فرنسا إرضاء للمسلمين، ولكن فضلا وليس أمرا. ادعمونا بإعجاب تشجيعا لنا ولنستمر إن شاء الله بنشر المزيد. فرنسا تعتقل المتطرف راسموس بتهمة التخطيط لحرق المصحف الشريف في باريس. أعلنت السلطات الفرنسية اعتقال راسموس المحامي والسياسي الدنماركي اليميني المتطرف 38 عاما بتهمة التخطيط لحرق نسخة من المصحف الشريف تحت قوس النصر في العاصمة باريس. ووفقا لموقع صحيفة ليبوينت الفرنسية، تم القبض على راسموس يوم الأربعاء الماضي في الساعة 2:30 بعد الظهر، عندما غادر الفندق الذي كان يقيم فيه مع مساعده لارس مارتن 52 عاما، فيما أكدت السفارة الفرنسية في الدنمارك نبأ اعتقاله. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن راسموس كان بالفعل في دائرة الضوء من السلطات الفرنسية عندما تم إدراجه في قائمة الإرهاب الفرنسية على أنه ينتمي إلى أقصى اليمين، حيث ضم القائمة أشخاصا تعتقد السلطات الفرنسية أنهم يشكلون خطرا على أمن الدولة، لافتة إلى أن الشرطة بدأت في مراقبته حتى تم القبض عليه قبل أن يتمكن من تنفيذ خطته لحرق القرآن الكريم. وكشفت الصحيفة الفرنسية إلى أن راسموس تم احتجازه في مركز اعتقال بالعاصمة الفرنسية باريس، وتم حظره إداريا من التواجد في فرنسا، ويتم ترحيله وطرده على متن طائرة خارج البلاد. وكان راسموس خطط لحرق نسخة من المصحف الشريف في مدينة مالمو نهاية أغسطس الماضي، فمنعت الشرطة السويدية دخوله البلاد لمدة عامين، غير أن أتباعا له أحرقوا المصحف في مالو، بينما قام آخرون بركله في تجمع غير مرخص، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات تطورت إلى أعمال شغب عنه.